بيبدأ مسلسلنا مع يو اللي بتحاول إن هي تنقذ قطتها بس مش عارفة تعمل إيه. وفجأة ولد وسيم اسمه يان بيوصل وبينقذ القطة بسهولة جدا، فيو بتشكره بس يان بيبصلها بنظرة باردة وفيها شوية تكبر، وبعدين بيمشي من غير ما يقول ولا كلمة. وبنعرف إن يان ده طالب محول جديد نسبة ذكائه 200، بس شخصيته باردة جدا ومغرور. ولما بيوصل المدرسة الناظر بيعلن بفخر إن هم هيبعتوه لفصل العباقرة المتفوقين في المدرسة، بس في نفس الوقت يو بتوصل متأخرة المدرسة، ويو معروفة إن هي طالبة فاشلة وعشان كده بتدرس في الفصل العادي بدل فصل العباقرة. بس الصدمة إن يان بيرفض ينضم لفصل العباقرة وبيختار إنه يقعد في نفس الفصل مع يو، وبيقول إنه عاوز يراقب الطلاب اللي مش أذكياء زيه علشان يفهم عقول الناس العاديين بتفكر إزاي. فيو بتحس بالإحراج من بره بس من جوه هي كمان مبسوطة. ولما الاتنين بيخرجوا من مكتب الناظر يو بتدي قطتها ليان وبتقول إن هي مش هتقدر تهتم بيها أكتر من كده. وبعدين بنعرف إن يو وقعت في حب يان وقررت إن هي تكتب له جواب حب علشان تعبر له عن مشاعرها. ودورة دراسية جديدة بتبدأ والكل بيبدأ يمدح في يان، ولما يو بتسمع اسمه بتفتكر إن يان ده هو نفس الولد اللي كان صديق طفولتها وكان أعز صحاب يو. بيحس بالغيرة لما بيشوف ده بس ما بيقولش حاجة. وفي اللحظة دي الناظر بيدخل يان الفصل وبيطلب من كل الطلاب إن هم يعرفوا نفسهم. وأول ما يو بتعرف نفسها يان فجأة بيفتكر إن هي صديقة طفولته، بس بالرغم من كده ما بيديهاش أي رد فعل وبيبدأ إن هو يتعامل وكأنه ما يعرفهاش خالص. وده بيجرح يو جدا وصحابها بيبدأوا يتكلموا عنه وحش بس يو بتوقفهم، وصحابها بيكونوا مصرين يعرفوا الحقيقة وبياخدوها علشان تتكلم مع يان. بس يان بيرفض إن هو يتعرف عليها قدام الكل وحتى بيقول إن هو ما بيحبش القطط. وبعدين يو بتكون بتدور على قطتها ويان بيقول لها إن القطة في أمان معاه. وفي اللحظة دي بتتشجع وبتديله جواب الحب بتاعها بس يان بياخد الجواب وبيمشي من غير ما يقول حاجة. ويو بتقضي اليوم كله بتفكر إن يمكن يان كسول ومكسوف إن هو يرد عليها على طول وإنه بعدين يمكن يطلب منها الارتباط قدام الكل. بس في اللحظة اللي بعدها كل حاجة بتتقلب لما كين بيجري عليها وبيقول لها إن يان علق الجواب بتاعها في نص المدرسة علشان بس يصلح لها الأخطاء الإملائية، والموضوع ده انتشر في المدرسة كلها. فيو بتكون مجروحة جدا وكين بيتعصب وبيقطع الجواب وبيقف جنبها، وصحابها بيهدوها وما بيسيبوهاش لوحدها، وكان بياخدها بره وبيحاول إن هو يفرفشها. وبعدها الموضوع بيعدي ويو بتكون قاعدة وبتقضي وقت مع باباها وصحابها، وفجأة بيحصل انفجار في المطعم والكل بيجري علشان ينقذ حياته. ويو وباباها بيخسروا بيتهم وباباها بيقول لها إن هما دلوقتي هيضطروا يقعدوا في بيت طنط. والصبح كين بياخدها المدرسة وبيسألها محتاجة إيه، فيو بتقول إن هي محتاجة شوية كتب وكين بيوعدها إن هو هيجيب لها كتب جديدة. ولما يوب توصل المدرسة بتتخبط فجأة في يان بس هو ما بيقولهاش حاجة وبيمشي بسرعة. بس لما بتوصل لمكانها بتلاحظ إن الكتب موجودة فعلا وبتبقى معتقدة إن يان هو اللي عمل كده، وهي مبسوطة بتحكي لأصحابها عن الموضوع وبتقرر إن هي تكتب له جواب شكر. وبعدين وهي بتسقي الزرع بالصدفة بتدلق مية على يان اللي كان نايم وراها، وهو بيصحى بس يو ما بتعتذرش لأن هي لسه زعلانة منه بسبب حوار الجواب. وهو يان جاي يمشي بتشكره على الكتب بس هو بيستمر في طريقته الباردة معاها، بس يو بتتجاهل كلامه وبتفضل مبسوطة بسبب جدعنته. وبعد كده يو بتقول ليان عن مكانها الجديد وحتى بتعزمه إن هو يزورها، بس يان ما بيديش اهتمام كبير وبيسيبها وبيمشي. وبعدين يو وباباها بينتقلوا لبيت صديق قديم، ولما يو بتوصل هناك بتتفاجئ لما بتشوف البيت الفخم ده، وفجأة بتلاحظ قطة شبه القطة اللي كانت اديتها ليان بالظبط، وبتبدأ إن هي تلعب معاها وهي مبسوطة. بس في اللحظة دي يان بيظهر قدامها وبيخضها لدرجة إن هي كانت هتفقد توازنها، بس يان بيلحقها في الوقت المناسب. ويو هي متفاجئة ومحتارة بتسأله بتعمل إيه هنا، بس كالعادة بيفضل بارد وجد وما بيديهاش أي إجابة. وبعدين ست بتحضن يو بتناديها علشان تاكل، وبعدها بشوية يو بتكتشف إن يان في الحقيقة هو ابن صديق باباها وإن العيلتين يعرفوا بعض من صغرهم. ولما بتسمع كده بتبقى مبسوطة جدا وما بتعرفش تنام طول الليل لأن هي عمالة تفكر في يان. وتاني يوم وهم رايحين المدرسة أخو يان الصغير كان بيتريق على يو، وحتى ساعتها يو بتحاول تصاحبه زي يان بس أخوه هو كمان بيعاملها ببرود وجدية. وبعدين بيقولوا في المدرسة عن مسابقة رياضة ليان ويو بحماس بتقرر إن هي تشجعه، وأخو يان بيقول ليو إن منافس يان في المسابقة هي صاحبته الجميلة والشاطرة. فيو بتحس إن هي مش مرتاحة شوية بس برضه بتجهز للمسابقة مع صحابها. وفي مكان المسابقة منافسة يان باينة هادية وبتتحدى، في حين إن المدرسين بيضغطوا عليها علشان تكسب. ويو بتشجع يان في مسابقته ويان بيستمر في الأداء بنجاح وبيوصل للنهائي. ويو بتلاحظ إن منافسته هي نفس البنت اللي أخو يان جاب سيرتها،
ولما بتشوف جمالها وذكائها ده بيخلي ثقتها تقل شوية، ويان بالقصد بيفضل في المركز التاني وبيسيب المنافسة، والبنت الفايزة بتشكره إن هو ساعدها، بس يو بتشوفهم سوا وبتغير. واليوم اللي بعده في المدرسة المدير بيسأل يان ليه ما كسبتش المسابقة، بس يان بهدوء بيفضل ساكت وما بيردش على حد، والمدرس بيدخل وبياخده بره يرتاح، والطلاب التانيين بيحسوا إن المدرسة برضه قدمت أفضل أداء، بس يو بتبدأ تشك إن في حاجة بين يان والبنت المنافسة، وبتقرر إن هي تطور من نفسها وبتحاول تقرأ كتب، بس بتبدأ تحس بالإحباط. وتاني يوم مامة يان بتاخد يو تعمل لها شوبينج وبيشتروا حاجات كتير سوا، وفي الآخر بتهديها فستان جميل بس غالي جدا، وده بيخلي يو طايرة من الفرحة. وبعد ما بيرجعوا البيت الأم بتقول لابنها يدرس ليو، لأنها كانت جابت سيرة في المحل إن هي طالبة بتعافر وعاوزة تبقى أشطر. وفي الأول يان بيرفض بس في الآخر بيستسلم علشان إصرار مامته. وفي الليلة دي لما بيروح أوضة يو علشان يدرس لها بيتكسف لما بيشوفها بالفستان البنك لأن شكلها كان كيوت جدا، وبيقعدوا يذاكروا، بس بالرغم من محاولاته وتهزيقه ليها يو ما بتاخدش الموضوع بجدية وبتفضل تعمل أخطاء هبلة أو حاجات بتعصبه. وفي الآخر بيتعب وبينام، ويو بتستغل اللحظة وبترسم وش القط عليه من تحت الترابيزة، وفجأة يان بيصحى وبيتوتر جدا وبيخبي وشه في المخدة من الإحراج. ولما يو بتشوف كده بتفتكر إن هو عنده سخونية، وبالرغم من اعتراضه بتشربه دواء بالعافية. وتاني يوم علشان رجلين يو بتوجعها بياخدها المدرسة، ولما بيوصلوا المدرسة يو بتشوف إن في امتحان رياضة شغال ويان بيحله أسرع من الكل، وسرعته بتصدمهم كلهم، وصحابها بيشوفوا إن يو رايحة ناحية البيت الفخم فالجروب كله بيمشي وراها. ولما بيوصلوا هناك الكل بيتصدم لما بيعرفوا إن يو ويان دلوقتي عايشين في نفس البيت، وكان بيجيب آخره وبيزعق إن هو هيعمل أي حاجة علشان ياخد يو بره المكان ده، بس يان بيفضل هادي وبيفكر الكل إن العيلتين صحاب من زمان وإن في معزة حقيقية بينهم. وبالطريقة دي يو ويان بيبدأوا إن هما يعيشوا في نفس البيت، وعشان يخلي كين يغير يان بالقصد بيقرب من يان وبيتكلم معاها من قريب جدا، وده بيجرح كين وبيخليه يحس بالغيرة. ورغم كده كين بيقرر إن هو مش هيستسلم، وعشان يكسب قلب يو بيبدأ إن هو يحاول يبقى أشطر وبيبدأ يذاكر ويتدرب بجد، وده بيبهر صحابه بس برضه بيشجعوه. ويو بتلاحظ إن كين اتغير بجد وبتفكر إنه يمكن بيعمل كل ده علشان حد غالي عليه. وفي الوقت ده لما يان بيروح بره بيقابل نا البنت الجميلة بتاعت المسابقة اللي محتاجة مساعدته، ويو بتشوفهم سوا وبتحس بالاستغراب. ولما يان بيلاحظ إن يو شافتهم بيستغل الموقف على طول علشان يخليها تغير وبياخد نا معاه، ويو بتفضل واقفة ساكتة وبتتفرج عليهم وهم ماشيين. ولما كين بيشوف كده هو كمان بيستغل اللحظة بسرعة وبيعزم إن هو يوصل يو البيت. وفي السكة كين بيسأل فجأة يو إذا كانت بتحب تاي، فيو بتتوتر في الأول بس بعدين بتعترف بصراحة وده بيكسر قلب كين. وبرضه بهدوء بيحكي لها عن مشاعره هو وبيقول لها إنه بيحبها، وبيقول إن هو مش هيستسلم حتى لو الظروف صعبة، بس بيطلب منها ما تحبش يان قوي دلوقتي وتسيب حتة صغيرة في قلبها علشانه هو كمان. ولما يو بتسمع كده بتتصدم وبتفضل تفكر في اعتراف كين طول الليل. وفي نفس الوقت كين هو كمان كان متوتر طول الليل. والصبح في المدرسة يو بتعرف إن النتيجة ظهرت، ولما بتشوف نتيجتها بتبقى طايرة من الفرحة لأن هي نجحت بدرجات حلوة، وبتشكر يان لأن كل ده كان بسبب تعبه معاها. فيان بيحس بالفرحة وبيبتسم، بس باقي الطلاب في الفصل درجاتهم كانت وحشة جدا، فالناظر بيقرر إن هو يعيد لهم الامتحان بعد الميد ترم، ولو ما تحسنوش المدرس بتاعهم ممكن يتشال من إشراف الفصل ويتنقل لأنشطة النوادي. ولما الطلاب بيعرفوا ده بيطلبوا من يان إن هو يدرس لهم علشان ينقذوا مدرسهم. وفي الأول يان بيرفض بس يو بتهدده وبتقوله إن هي هتفضح صوره الشخصية وهو صغير اللي مامته اديتها لها، وفي الآخر بيوافق إن هو يساعدهم يجهزوا للامتحانات. وبالليل يان بيتسحب لأوضة يو علشان يدور على الصورة، بس أول ما بيبدأ يدور يو بتمسكه، وقبل ما يان يقدر يقول حاجة هي بتفترض من نفسها وبتقول إن يان كان جعان وجاي يدور على حاجة ياكلها، وبتفكر قد إيه هو بيساعدها هي وصحابها في المذاكرة وبتنزل المطبخ تعمله حاجة ياكلها. بس أول ما بتنزل إيان بسرعة بيرجع يدور على الصورة بس مش بيلاقيها في أي حتة، وبيكركب الأوضة كلها. ولما بياخد باله إن يو طالعة تاني بسرعة بيبدأ ينظف كل حاجة، وبالحظ بيلحق يظبط الأوضة قبل ما تدخل. ولما يو بتشوفه واقف متوتر بتشكه وبتسأله بتعمل إيه، فيان بسرعة بيكذب وبيقول إن الأوضة فيها تراب كتير والمفروض إن هي تنضفها، وبعدين بياخد السندوتش وبيمشي بسرعة. وتاني يوم يان بيدرس لكل الطلاب والكل بيسمع بتركيز ويذاكروا، وبعدين مامة يان بتجيب حاجات حلوة للكل وهم بيستمتعوا بيها جدا. وفي الليلة دي يان بيتسحب لأوضة يو تاني علشان يدور على الصورة، بس يو بتمسكه تاني وبتفكر إن هو جعان برضه،
فبتاخده على المطبخ على طول وبيعملوا الأكل وبيقعدوا ياكلوا سوا عشان الإندومي خلص وما بيفضلش غير طبق واحد، ويو بتديه ليان ياكله بس يان بيشارك الإندومي معاها وحتى بيأكلها بإيده. فيو بتكون مبسوطة جدا وبتعترف له بحبها بطريقة غير مباشرة لما بتقول إن الشخص اللي بتحبه شبهه بالظبط. فلما يان بيسمع كده بيتوتر وعلى طول بيقوم يمشي. وبعدين يو بتدي كين ورقة امتحان تجريبي وبتقول ممكن تساعده ينجح لأن كين الوحيد اللي كان ما بياخدش درس عند ديان. فكان بياخدها بس الأمور لسه فيها توتر بينهم بعد اعترافه، وبيقول إنه ساب مسافة لأنه ما كانش عاوز يضايقها، ويو بتقول إن الاعتراف فعلا كان غريب بس سكوته كان أغرب. فكان بيوعدها إن هو مش هيضايقها تاني وهما الاتنين بيقرروا يرجعوا صحاب زي الأول. وتاني يوم النتيجة بتطلع وأخيرا كل الطلاب بيجيبوا درجات حلوة وبيشكروا يان إن هو ساعدهم لأن توجيهه كان ليه دور كبير في تحسينهم. والمدرس هو كمان بيحس بالفرحة بجد لما بيشوف تعبهم وبيشجعهم يستعدوا للامتحانات النهائية بنفس الحماس. وبعدين يوب تاخد مسؤولية توصيل وترجيع أخو يان الصغير من المدرسة، وفي السكة أخوه بيقول لها إن هو معجب ببنت، فيوب توعده إن هي تقف جنبه وتشاركه شوية أفكار ممكن تساعده إن هو يلفت نظرها. ومن اللحظة دي الاتنين بيبدأوا إن هما يبقوا صحاب حلوين. بس يو بسرعة بتواجه مشكلة أكبر لما نا بتقدم في مدرستها وبتحذر يو إن هي تبعد عن يان وبتقول بوضوح إن هي مش عاوزاها تقرب منه. وفي الآخر كل الطلاب بيذاكروا بجد للامتحانات النهائية وبيتخرجوا من المدرسة بدرجات حلوة وده بيخلي المدرسين والناظر يتأثروا. وبعدها يان بياخد يو تشوف الزرع لآخر مرة لأن بعد ما يو تمشي مش هيكون في حد بيهتم بيه. ويو ساعتها بتقول ليان إنها بتحاول على قد ما تقدر إن هي تدخل نفس الكلية بتاعته بس بتكون مش مرتاحة وبتخاف إن يان يتريق عليها علشان ذكائها على قدها. بس بدل ما يتريق عليها يان بيشجعها وبيقول لها إنه هيعلمها صح عشان هي كمان تقدر تدخل كليته. فلما يو بتسمع كده بتبقى طايرة من الفرحة وفي طريقهم للبيت بيقفوا ياكلوا آيس كريم وبيقضوا وقت يتكلموا. ويان بيلاحظ إن قميص يو كله كتابة فبيسألها إيه ده فبتشرح له إن الأصحاب بيكتبوا أساميهم على قمصان بعض علشان ما ينسوش بعض أبدا. ولما بتلاحظ إن محدش كتب حاجة على قميص يان بتكتب اسمها عليه. وبعدين يو بتستأذن باباها تسافر بره البلد وبتشرح إن مدرسها قرر يستقيل بعد ما صاحبه المتطوع عزمه يدرس في مدرسة بيبنيها هناك بما إن مفيش مدارس ولا مدرسين، وعشان كده كل الطلاب قرروا يروحوا معاه ويساعدوه في بناء المدرسة. في الأول باباها بيرفض بس لما بيسمع إن كين هو كمان رايح معاها على طول بيديها الإذن. ولما مامة يان بتشوف كده بتطلب من ابنها يروح مع يو هو كمان لأنها عاوزاهم يفضلوا قريبين. وأخيرا تاني يوم الكل بيوصل القرية بس بعد ما بيوصلوا هناك بيكتشفوا إن مفيش شبكة ومفيش طريقة سهلة إن هما يتواصلوا بيها مع بعض، وفوق كل ده هما ضايعين ولازم يباتوا هناك الليلة دي. وفي اللحظة دي تاي صاحبه المتطوع بيوصل والطلاب كلهم بيبقوا مبسوطين لأن هو شخص طيب وجدع جدا. وبعد كده بمساعدة تاي الطلاب بيجهزوا الأكل سوا وبيقضوا وقت مع بعض، وخصوصا كين اللي فضل قاعد جنب يو طول الوقت. وبسبب ده يان بيحس بالغيرة جدا. وبعدين وهم شغالين في الغابة يو صاحبتها بيتعبوا وبيتوهوا في السكة ويو بتقلق بس برضه بتحاول إن هي تلاقي حل بهدوء. ولما الليل بيليل الكل بيقلق وبينزلوا يدوروا عليهم بس يان بيحس إن تدويرهم سوا هيضيع وقت فبيروح لوحده علشان يلاقيهم. ولما الليل بيليل يو صاحبتها بيخافوا وحالة صاحبتها بتسوق وبيجيلها سخونية وده بيخلي يو قلقانة جدا. وبالحظ يان بيلاقيهم وبسرعة بيساعدهم. وفي الغابة بيقابلوا راجل عجوز بيشرح ازاي يعالجوها بالأعشاب ويان بيجهز الدواء لصاحبة يو ويو بتساعده. وفي الوقت ده يو بتنام من التعب وبتسند راسها على يان وهو بيكون مسحور بجمالها. والصبح يان بيرجع يو صاحبتها للمدرس وصاحبتها بتفهم ان يان عنده مشاعر ليو بس مش قادر ان هو يعبر عنها. بس يو هي مكسوفة بتنفي ان في حاجة بينهم. وبعد ما بيرجعوا البيت يان بيشارك خطته ان هو يستقل بنفسه وبيقول إنه هيعيش سنة لوحده يفهم مستقبله ويذاكر ويبني شخصيته. فأهله ووالد يو بيشجعوه. وبعدين يان بيبدأ يلم شنطه علشان يمشي بس قبل ما يمشي بيطلب من أخوه الصغير ياخد باله من يو بعد ما يمشي. وبعد كده بيروح يقول سلامه الأخير ليو وهي بتتضايق جدا إنه ماشي وبتبدأ تعيط. ولما يان بيشوف كده بيطلب منها تبتسم وبعدها بيسلم آخر سلام على الكل وبيمشي وده بيخلي يو تزعل تاني. وفي الوقت ده يو بتركز في مذاكرتها وبتساعد أخوه الصغير. وبعدين لما أخوه بيروح المدرسة بيقابل نال اللي بتقوله إن هي عارفة مكان يان وإن لو عاوز يبعتله أي رسالة هي تقدر توصلها له. فلما أخوه بيسمع كده بيسألها بحماس فين يان بس نا بترفض إن هي تقوله. ولما يو بتعرف إن نا عارفة مكانه بتموت من الغيرة وبتعمل خطة مع صحابها وبيمشوا ورا نا وبيجمعوا معلومات عن يان.
وتاني يوم يو وصحابها في السر بيمشوا ورا نا وبيشوفوها داخلة كافيه، وعلى طول بيفتكروا إن يان جوه وإن الاتنين بيتقابلوا هناك. بس لما نا بتمشي وهما بيدخلوا جوه ما بيلاقوش يان في أي حتة، وهما محبطين قعدوا يفكروا إن يان أكيد مشي. بس فجأة ظهر وراهم وهو لابس لبس ساحر وبيسألهم على الطلب، ولما شافوه كده الكل اتصدم. ويان كان شغال في كافيه علشان يغطي مصاريفه، وما بيديش رد فعل كبير بعد ما بيشوفهم، وبياخد تاكسي وبيمشي. بس يو بتركب التاكسي معاه، وفي السكة بتحكيله على كل اللي حصل بعد ما مشي. وبعد كده الاتنين بيروحوا جنينة الحيوانات وبيستمتعوا بوقتهم سوا. ويان بيقول ليو إن هو قرر يبقى دكتور، فلما يو بتسمع كده بتبقى مبسوطة وبتحضنه، وبتقوله إن هي كمان هتبقى ممرضة علشان يفضلوا سوا. وبسبب كده يو بتبدأ تذاكر بأقصى جهد من تاني يوم. والصبح لما بتنزل بتعرف من مامة يان إن يان جه البيت بدري شوية علشان الفطار وجاب معاه شوية هدايا ليها. فلما يو بتسمع كده بتفتح العلب بحماس، بس من جوه بتلاقي كتب كتير وجدول يان كان عامله لها مخصوص علشان تمشي عليه صح وتحقق حلمها إنها تبقى ممرضة. وفي الوقت ده إنها هي كمان بتقدم في كلية يان، بس في حفلة الاستقبال بتتجبر إن هي تلعب لعبة مع السينيورز وبتخسر. وكنوع من العقاب بيعينوها إن هي تروح تتغدى مع ولد اسمه دان لمدة أسبوع، بس ما بتقدرش إن هي تشوف وشه لأنه كان لابس ماسك. وتاني يوم في أول يوم ليها نا بالصدفة بتتخبط في بنتين وكتبها بتقع على الأرض، وفي اللحظة دي ولد بيظهر وبيساعدها تلمهم وعلى طول بيتعرف عليها وبيسألها إذا كانت هي شريكة دان. فلما نا بتسمع كده بتضحك بتوتر وبتقول أيوة، وبعدها بتسأل يعني إيه شريكة غدا أصلا. فالولد بيشرح لها إن معناه إنها لازم تاكل الغدا مع دان وتشتري له تسالي لمدة أسبوعين. فضحكت نا بتختفي في ساعتها وبتفكر إيه العقاب ده، وبفضول بتسأل مين دان وشكله ايه. فالولد بيقول لها ان دان هو اشهر واحلى واطيب طالب في الكلية، وان تقريبا كل البنات معجبين بيه. فلما نات تسمع كده بيجيلها فضول تشوفه وتروح تقابله، بس لما بتوصل لمكان المقابلة بتتفاجئ لان دان بيطلع هو نفسه الولد اللي ساعدها من شوية. ودان بياخدها للغدا وبيعاملها زي الجرسون وبيقول لها تجيب له اكل كتير، وده بيعصب نا وبتبدأ تمشي. بس دان بيوقفها وبيطلب منها ان هي تتغدى معاه. ولما بيبدأوا ياكلوا سوا نا بوضوح بتقوله يوقف محاولات ان هو يبهرها لان هي مش مهتمة بيه خالص. وفي اللحظة دي نا بتلمح يان وعلى طول بتروح تتكلم معاه وبتحكي له على كل حاجة عن دان، بس يان ما بيديهاش اي رد فعل، وببساطة بيقول لها ربنا معاكي قبل ما يكمل ويمشي. وفي نفس الوقت يو بتفضل قلقانة على مذاكرتها والامتحانات، وكين بيحاول ان هو يهديها ويخليها تريح، بس يان بيشوف كده وبيتضايق. وفي البيت يان بيقول ليو تركز في مذاكرتها وتظبط وقتها صح، ووقفة كيم بتخلي يان يتعصب أكتر. وأخيرا التوتر بيبدأ يكبر بين التلاتة، خناقاتهم بتبقى شديدة لدرجة إن هي بتطلع بره في الشارع، ويان وكين بيقفوا في وش بعض وبيتخانقوا. وبعد الخناقة بين يان وكين الاتنين أخيرا بيهدوا وبيتكلموا، وكين بيقول إن هو بيتعصب كل ما بيشوف يو بتتألم، في حين إن يان ببرود بيشرح إن هو بيضغط عليها بس علشان عاوزها تبقى قوية وناجحة، لأن من غير تحديات هي عمرها ما هتكبر. وبعدها يو بتذاكر كويس جدا وبتدخل الامتحان، وبعد ما الامتحان بيخلص بتقول ليان إن المرة دي تعبت بجد ودلوقتي ما عندهاش أي ندم على أي غلطة. ولما النتيجة بتطلع بتحس بالفرحة لأن هي اتقبلت في تمريض. وفي البيت كيم بيجي وبيقضي وقت معاها وبيفكر إن يو فتحت له قلبها، بس يو بتحس إن هي لسه مش عارفة تنسى يان. وفي الوقت ده يان بيكون معناه اللي بتعترف له بمشاعرها، بس يان بيبين بوضوح إن هو خلاص مش مهتم بيها، وده بيجرح ناه. فبتروح لدان اللي بيهديها، ودان هو كمان بيطلب منها يتعشوا سوا، بس هي بترفض وبتمشي من غير ما تاخد بالها إن هو بدأ يعجب بيها بجد. وفي أول يوم ليو في الكلية بتبقى جزء من لعبة نا كانت لعبتها قبل كده، بس أول ما بتخسر بتاخد عقاب إن هي لازم تقضي أسبوعين مع طالب زي ما نا عملت قبل كده. بس الطالب ده بيطلع يان وده بيخلي يو مبسوطة، بس في نفس الوقت نا بتكون حاسة بالغيرة. ويان بيدي ليو الراحة والحماية، ويو بتحس بالفرحة وهي قريبة منه. وفي الوقت ده نا بتتضايق بعد ما يان ويو قربوا، ودان بيحاول إن هو يهديها بس هي بتطلع كل غضبها فيه، وبسبب كده دان بيتجرح وبيمشي. وفي الوقت ده علاقة يان ويو كانت بتقوى أكتر وأكتر، ويان رجع البيت يعيش مع عيلته تاني وده خلى الكل مبسوط جدا. وفي يوم ونا قاعدة لوحدها زعلانة دان فجأة لاحظها وجه يتكلم معاها وقال إن لو هي زهقانة المفروض تيجي معاه، لأنه كان عاوز يوريها حاجة ترسم الضحكة على وشها. فلما ناس سمعت كده وافقت ومشيت معاه. وفي السكة نا بتشارك مشاعرها مع دان وبتقوله إن هي بتحب يان، بس هو حتى مش واخد باله منها. فدان بيشرح إن كل واحد وليه ذوقه وما تقدرش تجبر حد يحبك. وفي اللحظة دي دان بطريقة غير مباشرة بيعترف بمشاعره وبيسأل لو يان البرفكت مش موجود هل نا كانت هتحبه في يوم؟
فلما نا بتسمع كده ما بتديش أي إجابة. وبعدين بيروحوا لدار أيتام، فنا بتشوف دان مع الأطفال وبتستوعب إن هو طيب من قلبه بجد، وبسبب كده نظرتها لدان بتبدأ إن هي تتغير. وبعدين والد يان بيتكلم معاه جد وبيشرح له إن شركتهم بتواجه أزمة وإن هو محتاج حد يساعد في إدارتها، بس يان بيكون عاوز يدرس طب مش يمسك بيزنس العيلة. فوالده ساعتها بيقول إن لو يان رفض إن هو يمسك، هو هيعمل شراكة مع شركة تانية بدل كده. والمستثمرين مهتمين بتايلاند وبنتهم نانا هي كمان مهتمة تشتغل هناك. فلما يان بيسمع اسم نانا بيتفاجئ جدا لأن هما كانوا صحاب في الماضي، ونانا كانت لسه متخرجة قريب، والخطة إن هي احتمال تتنقل تايلاند وتشتغل مباشرة مع والد يان. وده بيخلي يان غرقان في التفكير، من ناحية هو عاوز يمشي ورا حلمه ويبقى دكتور، بس من ناحية تانية هو قلقان على عيلته. وبسبب ضغط العيلة ده يان بيبدأ يحس بالضغط، وده بيأثر على علاقته بيو، وبيبدأ إن هو يسيب مسافة بينه وبينها. وفي يوم أثناء العشاء والد يان بيقول إن هو رايح اليابان يدور على فرص بيزنس، بما إن يان عاوز يبقى دكتور ومش عاوز يدخل بيزنس العيلة. وبعدين الكلام بيتحول لخطط يو المستقبلية، والكل بيفترض إن يو هي كمان هتشتغل في نفس المكان مع يان، بس يان بيوضح وبيقول إن المفروض ما يضغطوش عليها وإن هي تقدر تشتغل في أي مكان هي عاوزاه. وبعدين يان بيقول بدبش إن يو المفروض تبطل تمشي وراه علشان تقدر أخيرا تعيش حياتها الخاصة، فده بيجرح يو جدا. وبعد كده يان بيسيب ترابيزة العشاء وبيمشي. وبعدين يو بتواجه يان وهي مجروحة ومحتارة لأنه فجأة بيبعدها عنه حتى بعد ما سمح لها إن هي تفضل جنبه في يوم. وبتسأله هو عاوز إيه بجد، وبتقوله إن لو ما كانش عاوز يفضل معاها كان المفروض يقول لها الحقيقة من بدري. فيان بيعترف لها إن هو معتقد إنهم ما ينفعوش لبعض، وبيقول إنه ما يقدرش يهتم بيها بالشكل اللي تستاهله، وحاسس إن عمرها ما هتكون مبسوطة معاه. وهي متضايقة بتسأله لو كان فكر في الموضوع كويس، فيان بيأكد قراره، وإجابته كسرت قلب يو، وبتجري وهي بتعيط من غير ما تعرف إن يان كان بيعمل كل ده علشان مستقبلها الأفضل، لأن يان معتقد إن طول ما حياته مش مستقرة ومحبوس تحت توقعات أبوه، هو ما يقدرش يديها مستقبل أمان، وعشان كده خد القرار الصعب ده. والصبح لما يان بينزل تحت، مامته بتقوله إن يو ما نزلتش للفطار النهاردة، فبتطلب منه يروح يطمن عليها بما إنها مش عوايدها إن هي تتأخر. ولما يان بيروح أوضتها بيكتشف إن هي مشيت خلاص، وفي اللحظة دي عينيه بتيجي على جواب، ولما بيقرأه بيتأثر لأن ده جواب الحب اللي يو كانت دايما عاوزة تديهوله، كاتبة فيه إن مهما حصل هي دايما هتحبه وعمرها ما هتستسلم. وفي الوقت ده يو بتروح مطعمها وبتقابل كين اللي بيساعد في مطعم باباها، بما إن باباها مسافر في شغل بره البلد. والاتنين بيبدأوا يديروا المطعم سوا، وبيبدأوا إن هما يستمتعوا بصحبة بعض وبيقضوا وقت كتير سوا. ويو فجأة بتتزحلق وكانت هتقع، بس كين بيلحقها في الوقت المناسب. بس في اللحظة دي بالظبط يان بيوصل وبيشوفهم وبيفهم الموقف غلط وبيتعصب، ويو بتحاول إن هي تشرح بس هو بيمشي قبل ما تقدر توضح الأمور. وبالليل لما كين بيجي يوصل يو البيت، بيلاحظ إن هي لسه زعلانة من اللي حصل الصبح، وبيحاول إن هو يواسيها، بس يو بتقول إن هي مهما حاولت يان عمره ما هيحبها، وهي زعلانة بتمشي من غير ما تتكلم. وتاني يوم يان بيقابل والد يو، لما بيشوفه قلقان والد يو على طول بيفهم إن في حاجة حصلت بين يو ويان، فبيديله نصيحة وبيقوله إن لو حد بيحبك المفروض تحترم مشاعره بدل ما تتريق عليها سواء بتحبه أو لأ. وبعد ما يان بيسمع الكلام ده بيعتذر له إن هو جرح بنته، بس والد يو بيقول له إن هو مش زعلان منه خالص، هو بس ما بيستحملش يشوف بنته بتتألم. وبعدين بيقول ليان يعبر بصراحة عن كل اللي في قلبه ليو، لأن هي أكيد هتفهم مشاعره. وبعدين يو بتقابل دان، وهم أصلا عارفين بعض لأن أول يوم ليها في الكلية دان كان وجهها ووراها السكة. وفي نص كلامهم شوية صور بالصدفة بتقع من إيد دان، ولما يو بتلمهم بتلاحظ إن كلهم ليناه، فعلى طول بتفهم إن هو معجب بيها. ودان بيتكسف وما بيديش إجابة، وده بيحول شك يو ليقين. وبعدها بتقوله إن باباها عامل حفلة راس السنة في مطعمهم الليلة دي وبتعزمه إن هو يجي، وبتقترح عليه يجيب ناه معاه وبالمرة تعرفها هي كمان. فلما بيسمع كده بيفرح وبيوافق، وراس السنة بتيجي والكل بيبدأ يستمتع بالحفلة والعشاء. بس حتى بعد وقت طويل يان بيكون لسه ما ظهرش، فنا بتسأل يو عنه، ويو هي كمان ما عندهاش فكرة هو فين. وبعدين فجأة يو ونا بيتصدموا لما يان بيدخل الحفلة مع صاحبته الجميلة نانا، فيو بتتجرح جدا، وأخوه بيكتشف إن البنت اللي قدمها كصاحبته هي في الحقيقة الإكس بتاعته. ولما يو بتسمع كده بتبدأ تفكر إن ممكن يان سابها علشان نانا. وبعدين كين بيجي ليو علشان يهديها، بس يو بتقوله يمشي، وبتقوله إنه المفروض ما يهتمش بيها قوي كده. بس كين ما بياخدش كلامها بجد، وبيقول لها إنه ما يقدرش يبطل يهتم بيها. وبعدها السنة الجديدة بتبدأ والكل بيبدأ يحتفل، بس لما يو بتشوف يان ونانا سوا ما بتمسكش مشاعرها وفجأة بتحضن كين.
ويان بيلاحظ ده هو كمان وبيخليه يحس إنه مش مرتاح. وتاني يوم يو بتلم حاجتها وهي بتفتكر كل اللحظات الحلوة اللي قضتها مع يان، وبتسيب بيته للأبد لأن مبقاش عندها الشجاعة إن هي تواجهه. وفي المطعم كيم بيجي يساعد يو، ويو بتعتذرله على تصرفها امبارح بالليل، بس كيم بيقولها إن هو متضايقش من أي حاجة هي قالتها. وبعد كده بيبدأوا إن هما يقضوا وقت سوا. وفي الوقت ده يان بيكون مع نانا، ونانا بتسأله ليه فجأة قرر يبقى دكتور. فيان بيقول لها إن الفكرة دي جت فجأة لما استوعبت قد إيه قلة الحيلة صعبة لما تشوف حد بتحبه في خطر. بس في الحقيقة هو يقصد الليلة اللي يو وصاحبتها كانوا محبوسين في الغابة، وحتى وهو عاوز يساعد كان حاسس إن هو مش بإيده حاجة. فنانا لما بتسمع كده بتستوعب إن هو خلاص ما بقاش يحبها، وإن حد تاني دلوقتي واخد مكان في قلبه. وفي الوقت ده كين بيعترف بحبه ليو تاني وبيسألها إذا كانت ترضى تبقى صاحبته. فيو لما بتسمع كده بتفضل تفكر، ومع كده كين بيوضح إن دلوقتي هما بس هيتعاملوا كقابل علشان يقدروا إن هما يفهموا بعض أكتر. وبيوعدها كمان إن هي لو حست إنها مش مرتاحة هيوقفوا على طول ومش هيضغط عليها، ويقدروا ببساطة يرجعوا صحاب زي الأول. فيوم ما بتردش في ساعتها وبتطلب من كين شوية وقت تفكر. وفي الوقت ده مامة يان كانت زعلانة بسبب قرار يون إن هي تمشي، وبتقول قد إيه إن هي هتوحشها في البيت. فيو قالت إن توضيب بيت باباها خلاص كمل وإن هي بتجهز ترجع تعيش فيه، وبتطمنها وبتقولها إن هي هتيجي تزورهم كتير وكانت ممتنة جدا لكل الرعاية والحب اللي خدتهم وهي عايشة هنا. وتاني يوم في الكلية نانا بتوصل تاخد يان وبتلاقي يو، فبتعزم إن هي توصلها، بس يو بتقولها إن هي رايحة محل باباها. فنانا فجأة بتقول ليو إن هي الشخص المناسب ليان. فيو بتتفاجئ، بس نانا بسرعة بتغير الموضوع وبتقترح إن هما المفروض يتعشوا سوا في يوم. فيو بتوافق ويو جاية تمشي، يان بيوصل ولما بتشوف يان ونانا قريبين تاني بتتجرح جدا، وبسبب كده لما بتروح المطعم بعدين بتقبل عرض كين وبتبقى رسميا صاحبته، وده بيخلي كين طاير من الفرحة. ومن تاني يوم يو وكين بيبدأوا يقضوا وقت سوا وبيبدأوا يتعاملوا كقابل حقيقي. وحتى في عيد ميلادها بيعمل لها مفاجأة وهي بتكون طايرة من الفرحة، بس وهما يان ونانا معديين بيلمحوهم سوا. فنانا بتسأل يان مين اللي لابس كده ده، ويان وهو حاسس بشوية غيرة بيرد إن هو غالبا كين. وبعدين صحابها بيعملوا عيد ميلادها والكل بيكون مستمتع، وفجأة النور بيقطع وكين بيوصل بمفاجأة تورتة عيد الميلاد. فلما يو بتشوف كده بتتأثر وكلهم بيحتفلوا بعيد الميلاد سوا. وفي الوقت ده هو كمان عيد ميلاد يان وبيحتفل بيه مع نانا، بس لسه يو وحشاه وبيفضل يفكر فيها. وبالليل بيتخيل إن هي ممكن تيجي وتحضنه علشان تعيد عليه، ويو فجأة بتظهر قدامه بجد بس ما بتقولش كلام كتير. بتديله هدية نجمة متطبقة، حاجة كانت بتعملها له من أول مرة اتقابلوا فيها. كانت دايما عايزة تديها له بس عمرها ما لقت اللحظة المناسبة. بس يان برضه بيتعامل ببرود، وبسبب كده يو بتحط الهدية وبتتمنى له يفضل دايما مبسوط. وبعدها بتاخد بعضها وبتمشي. وفي الوقت ده كين بياخد امتحان طبخ رسمي، ولما بيسألوه عن الإلهام ورا أكلته بيشرح إن هو عمل المقالي وشوربة المشروم لأنهم الأكل المفضل لصاحبته، وهو كمان بيطلب منهم إن هما يدوقوه. وبعد ما داقوا الأكلتين بينبهروا بطعم الأكل وبيكونوا مبسوطين جدا. وكين بينجح في امتحان الطبخ الرسمي وبياخد الشهادة. وبعدين كين بيشارك الخبر الحلو مع يو وبيقول لها ان هو دلوقتي عاوز يفتح مطعمه الخاص لان هو بيحلم انه يبقى شيف. فيو لما بتسمع كده بتحس بفرحة بجد علشانه وبتشجعه وبتحفزه ان هو يفضل يتعب لحد ما يحقق كل اللي بيحلم بيه. وبعدين في الكلية نا بتواجه كان وبتسأله إذا كان في يوم هيحبها. فيان بصراحة بيرد وبيقول إنه ساعات لما بيبصلها بيحس وكأنه بيبص لنفسه، وبيحس إن هي فاهماه أكتر من أي حد تاني. وبيقول كمان إن المذاكرة والوقت اللي بيقضيه معاها حلو، بس هو بيحبها كصديقة جدعة. فنا لما بتسمع كده أخيرا بتستسلم. وبعدين لما بتروح تقابل دان طالب بالصدفة بيديها ظرف دان كان سايبهولها، ولما ناب تسأل عن دان بتعرف إن هو سافر يدرس بره، وده بيسيبها مصدومة. والطالب كمان بيقول لها إن دان كان مستنيها بس هي عمرها ما ظهرت. ولما ناب تفتح الظرف بتلاقي صور ليها ولدان، وده بيخليها تفتكر الذكريات دي وبتتأثر جدا. وفي الوقت ده كين بيواجه يان وبيكشف إن هو ويو دلوقتي مع بعض، وبيوعد يان إنه هيتجوز يو قريب جدا ويساعدها تتخطى الوجع اللي يان سببه لها علشان تقدر إن هي تبتسم وتضحك زي ما كانت. وكين كمان بيقول إن هو هيتأكد إن يو تفضل مبسوطة كل يوم. فلما يان بيسمع كده بيحس إن هو غيران وحزين، وحتى وهو بيحاول يفضل هادي كلام كين بوضوح أثر فيه. وتاني يوم كين بياخد يو الجنينة علشان يفسحها، والاتنين بيقضوا اليوم كله سوا وبيلعبوا وبيكونوا مستمتعين جدا.
وبعد ما مشيوا كتير تعبوا وجاعوا، فكان بيروح يجيب شوية أكل ليها. وفي نفس الوقت يان ونانا بيوصلوا لنفس الجنينة علشان يتفسحوا، وفجأة حاجة بتدخل في عين يان ونانا بتقرب علشان تشوفها. بس في اللحظة دي بالظبط يو بتلمحهم، ولما بتشوف الاتنين قريبين كده بتفهم الموقف غلط. ولما نانا بتمشي تشتري أكل ليان، يان بيلمح يو هي كمان، وعلى طول بيروح لها يوضح لها اللي هي شافته، وبيقول لها إن نانا ماشية كمان كام يوم، فهو جابها هنا علشان يقضوا شوية وقت سوا. وبعدين بيسألها عن علاقتها بكين، فهي بتحاول تبان قوية وبتقول إن هي مبسوطة جدا مع كين، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده كين ونانا الاتنين بيشتروا فشار، وبما إنهم طالبين نفس الفشار الست بتفتكر إن هما سوا، وده بيخليهم هما الاتنين يحسوا بالتوتر. وبعدين نانا بتاخد الفشار بتاعها وبتمشي، وبتسيب كين حاسس بالكسوف. ولما كين بيرجع بالأكل اليوم ما بيلاقيهاش، فبيكون قلقان وبيبدأ على طول إن هو يرن عليها، وفي الآخر بيلاقيها. وبعد ما بيوصل ليو بيديها الأكل، وهي بتاكل فجأة بتكتشف خاتم خطوبة مستخبي. فكان بيتوتر، بس بصراحة بيعترف ليو إن هو بيحبها وعايز يتجوزها. فلما بتسمع كده بتتوتر، بس كين بيطمنها وبيقول لها إن هو محتاج شوية وقت في حدود 2 ل3 سنين علشان يقدر يتعب ويحوش فلوس ويهتم بيها صح في المستقبل. فيو بتكون لسه قلقانة لأن دماغها متعلقة مع يان ونانا، بس في الآخر بتقبل عرض كين. فكين بيكون فرحان جدا، بس يان بيبص على كل حاجة من بعيد وبيتضايق جدا في ساعتها. وفي الليلة دي يو بترجع البيت وبتفكر في مشاعرها وعرض كين، وبتحس بالقلق والتوتر لأن هي لسه مش متأكدة من مشاعرها الحقيقية. فوالدها بيلاحظ قلقها وبيوعدها إن هو يديها الوقت والمساحة والحرية إن هي تاخد قرار بنفسها. وفي الوقت ده مامة يان بتلاحظ إن هو زعلان، فيان بيعترف إن كين ويو مع بعض دلوقتي وإن شكلهم لايق على بعض بجد. فلما مامته بتسمع كده بتبدأ تزعل عليه. وعلى الناحية التانية يو بتكون لسه محتارة في عرض كين، ولسه ما قررتش إذا كانت هتكمل في العلاقة دي ولا لأ. وفي الوقت ده إن هي كمان زعلانة علشان دان مشي، وبتبص على البورتريهات اللي دان عملها وبتبدأ إن هي تفتكره. بس فجأة دان بيظهر قدامها، فأول ما انا بتشوفه بتتأثر وبتتضايق لأن هو كان ناوي يسافر بره من غير ما يقول لها. فدان بيشرح لها إن الموضوع ما كانش متأكد لسه، وكان فاكر إن هي مش هتهتم. فانا بتقوله إن هي عاوزة تقوله حاجة بس مش عارفة تقولها إزاي. فدان بيخليها تلبس الماسك بتاعه وبيقول لها إن كل ما تحس بتعب تقدر إن هي تستعيره، وبيطلب منها كمان تكون صريحة مع مشاعرها لأن ده بيصعب الأمور أكتر على نفسها وعلى غيرها. فانا بتعترف إن هي محبتش فكرة إن هو ماشي، وبتقول إن كل ما يان بيجرحها دايما بتفكر في دان، فهي مش عاوزاه يبعد. وفي نفس الوقت نانا بتقول ليان إن هي لازم ترجع اليابان الأسبوع الجاي، وبتقول إن هي بتحب الشغل والقعدة في تايلاند لأن هو هنا. وبعدين بتسأله إذا كان عاوزها تفضل، بس هو بيفضل ساكت. فنانا بتطلب منه إن هو يديها رد واضح قبل ما تسافر اليابان. وتاني يوم على الفطار أخو يان الصغير بفرحة بيعلن إن يو أخيرا هتتجوز. فيان بيتصدم أول ما بيسمع كده وبيقوم يطلع بره بعصبية، وفي عصبيته ولخبطته بيعمل حادثة وبيتنقل للمستشفى. فنانا على طول بتيجي وبتهتم بيه، ولما يان بيتحسن بتطلع على المطار، وقبل ما تمشي بتفهم إن قلب يان بيدق لحد تاني. وبكل صراحة اعتذر لنانا، ونانا طلعت على المطار. وبعد ما يان بيخف بيسيب المستشفى وبيجري يدور على يو، فباباها بيقوله إن يو في مطعم كين الجديد. فيان بيوصل هناك وبيشوف يو وكين حاضنين بعض، فبيتكسر من جواه وبيفتكر إن هو خسر يو خلاص. بس في الحقيقة يو بتقول لكين إن هي بتحبه كصديق بس، وبتشكره على كل حاجة عملها علشانها، بس هي مش عاوزة تحول صداقتهم لمشاعر لأن هي عمرها ما حستها بجد ناحيته. فلما كين بيشوف كده على طول بيحضن يو وبيعتذر إن هو ضغط عليها أكتر من اللازم، وبيقول لها إن هي تقدر تاخد وقتها وتفكر قبل ما تدي إجابة، بس قرار يو بيكون نهائي. وبتقوله ما يجرحش نفسه بسببها، وبتقول إن هما هيفضلوا دايما صحاب حلوين. وبعدين بتمشي وبتسيب كين مجروح جدا، ويو بتقابل يان اللي قاعد لوحده وساكت. وأول ما يان بيشوفها بيعترف بحبه ليها، وبيعتذر عن كل أغلاطه وعن إنه جرحها كتير قوي، وبيطلب منها إن هي تديله فرصة كمان. بس يو كانت اديته فرص كتير قبل كده، وكل مرة اللي كانت بتاخده في المقابل كان الوجع. فالمرة دي بترفض إن هي تديله فرصة تانية، وبتمشي وبتسيب يان واقف هناك لوحده ما عندوش غير الندم. وتاني يوم يان بيقابل كين وبيعترف إن هو بيغير منه لأن كين بيقدر يهتم بيو ويفرحها بطرق هو عمره ما قدر يعملها، وبيهني كين وبيطلب منه إن هو ياخد باله منها. فكان بيجيب آخره وبيقول ليان إن يو طول عمرها بتحبه هو، بالرغم من إنه هو الشخص اللي كل شوية يخليها تعيط. فلما يان بيسمع كده بيتفاجئ وعلى طول بيجري يدور على يو، وفي الآخر بيلاقيها واقفة لوحدها وساكتة.
فيان بيديها الجواب اللي كتبه لها وهم أطفال وبيطلب منها إن هي تقرأه، ومن خلال الجواب بيفكرها إن حتى زمان كان عاوز يتجوزها وطول عمره كان بيحبها هي وبس. ويان ساعتها بيقول ليون بالرغم من إنه ما كتبش جوابات كتير أو طبق نجوم ما تتعدش علشانها، بس هو عمره ما نسي ذكرى واحدة عاشوها سوا. فيو بتتأثر بعد ما بتسمع مشاعره، وفي الآخر يان بيطلب إيد يو وبيطلب منها إن هي تتجوزه. فيو بتوافق وهي فرحانة جدا، وبعد كده يان بيروح لوالد يو علشان يطلب إيديها. فلما باباها بيشوفه بيتفاجئ لأن يان غير لون شعره من أبيض لأسود وده مخليه متغير خالص، ويان باحترام بيطلب موافقته. ولما والد يان بيشوف صدقه بيقبله كجوز بنته. وبعدين لما يان ويو بيرجعوا البيت نانا بتكون هناك أصلا، ولما يو بتشوفها بتدخل جوه، ونانا ساعتها بتقول ليان إن كان عندها أسئلة كتير ليه وكانت عاوزة إجابات النهاردة، بس بعد ما شافته مع يو هي خلاص خدت كل إجاباتها. وبعدها بتستسلم وبتاخد بعضها وبتمشي. وفي الوقت ده دان هو كمان بيقرر يسافر بره وبيسيب نال لوحدها من تاني، لأنه عارف إن هي لسه ما اتخطتش يان تماما وعمرها ما هتكون مبسوطة بجد معاه. وأخيرا يوم الخطوبة بيجي ويان قدام الكل بيعتذر ليو عن الماضي وعن جرحها وعياطها وعن كل الأذى اللي هو كان السبب فيه. وبعدين بيعترف إن هو بيحبها وبيوعدها يعمل كل حاجة علشانها بكل قلبه، وبيقول إن مهما حصل هيحميها ويهتم بيها بأحسن ما عنده. فيو لما بتسمع كده بتتأثر جدا، وأخيرا بيلبسوا الخواتم وبيبدأوا فصل جديد من حياتهم سوا. وفي الوقت ده أخوه هو كمان بيقرر إن هو يطلب إيد البنت اللي بيحبها أول ما يكبر شوية. وبيخلص المسلسل. وبس كده، ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.